مساء الخير. بما ان انا بعتبر ان الجائزه دي من اهم الجوائز اللي انا حصلت عليها لانها من مهرجان القاهره السينمائي بتاعنا، فانا بهديها للمنتخب الوطني المصري وبهديها لكل المتفرجين المصريين اللي راحوا السودان، وبقول لهم الحمد لله على السلامه وقدر ولطف. ابتسمت لسموحة وهدف ثالث قاتل يا سادة، هدف ثالث مش ممكن. تمسح وبولو وتمسح، ويا رب احفظ مصر ومصر للطيران. مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. عشان كده حرام كده هتضحك العالم علينا دي. احنا اللي بدأنا كل حاجة، احنا اللي عملنا كل حاجة. مصر دي ام الدنيا، مصر دي ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا. شكرا استاذ سعيد. هنفضل معاك على اتصال. اسمعني يا عمرو. ايوه سامعك. انا محمد فؤاد يا عمرو. يا محمد ازيك؟ احكي لنا الاول ايه في ايه عندك؟ احكي مين؟ احنا بنموت. احكي ايه ولا ايه؟ طب انتوا اللي تحكي؟ انتوا في اي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. مفيش حاجه تتحكي، في ناس بتموت. انا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. طب انتوا الاتوبيسات بتاعتكم فين دلوقتي يا محمد؟ احنا في مكان ما اقدرش اقول لك عليه، ما اقدرش اقول لك عليه على الهوا. مش هقول لك فين عشان ما تروحش. مش هروح. انا قلت لك هتسبقني. ما انا عايز اتاكد من تاخد معاك ناس وتروح يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش. احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا في نص ساعه. ما حد لا يا محمد محدش هيقدر يمس دم واحد. ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا ولادنا في السودان. يا احمد الحقوهم يا احمد. صلي على النبي يا احمد. باشا 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 طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا ولادنا في السودان. يا احمد الحقوهم. يا احمد صلي على النبي يا احمد. صلي على النبي. الجزائر لو هتسمعني هعتزل الغنى. يوم الجزائر انا مش الجزائر اللي عملت فينا كده، اقسم بالله ما الجزائر اللي عملت كده. انا اكيد يا ريس مش عايز مش عايز امشي، لان نادي الزمالك اللي انا اتربيت فيه وانا من صغري وانا كان نفسي ومنيت حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. يعني بتشوفك وزي ما قلت لك جماهير نادي الزمالك كلها بتحبك جدا وبتعتبرك واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك. دموعك غاليه على كل جماهير نادي الزمالك وعلينا طبعا كشخصيات نادي الزمالك، وعلى المستشار مرتضى منصور اللي لحد اخر لحظه عايزك جوه نادي الزمالك وبيحبك وبيعتبرك طبعا بيتعامل معاك زي الكابتن امير والكابتن احمد. النادي الاهلي يقدر باللعيبه دي ياخد كاس العالم للانديه. ياخد كاس العالم للانديه. مش محتاج صفقات تاني. اختلف معاك في الجزئيه دي. لا ما تختلفش. يعني النادي الاهلي بالشكل ده ياخد كاس العالم للانديه. لا والائمه بينا. بختلف معاك صعب. طب ما الائمه بينا يا كابتن. مين اجمد منك؟ يعني ايه مين اجمد؟ مين لعيب اجمد من قفشه في مكان يعني؟ دلوقتي لا مفيش حد. انا بكلمك بصراحه، انا احسن لعيب في مصر السنه دي. يا كابتن في ايه؟ مالك؟ لا عايز اختم. يلا اختم. كل سنه وانت طيب. ايوه. طب بتعيط ليه؟ لا والله ما عيطش والله. لا ما هو لا والله لا ده طب ايه؟ لا اصل دموعك يعني غير ليه يا كابتن؟ طب ليه؟ قول لي يا كابتن. لا حزين على الزمالك. حزين على الزمالك. يلا خير. يلا احمد سليمان من ساعه ما مسك المجلس ايه دوره؟ بيعيط. بس منور الدنيا كلها. بتعمل ايه في اوقات الحظر وتوقف النشاط؟ ايه؟ بتعمل ايه في اوقات الحظر وتوقف النشاط؟ ما فيش. دي الكاميرا بتاعتي صح؟ دي الكاميرا بتاعتك. بتعمل ايه في اوقات الحظر والنشاط؟ ما فيش يعني. صح كده انا هي الكاميرا. ما ينفعش برادلي يروح مع مراته
برشلونه وليفربول ويوفنتوس وريال وكل الناس واحنا عاملين كده. ما ينفعش. بتتمرن يا كابتن هاني؟ يعني شغال في البيت شايده. شايده صح؟ شاي يا جماعه، مش ده شاي يا شريف؟ شاي. بتتمرن يا كابتن هاني؟ بتتمرن في البيت؟ يعني حط حاجه فيه سكر. في سكر تمام. في سكر. شغال يعني. في كفايه بقى. سمير كمونه، احمد عبد الله لعلي ماهر، ويزقها حلوه لوليد ومش اوفسايد، وروح يا وليد ويزقها لعلي ماهر، وهو جول علي وبيلعبها لمين يا علي؟ لمين يا علي؟ وليد صلاح الدين ادت الثقه شويه واتعملت، عايزه تتعمل بشكل كويس. يعني الحاجات دي ما تتعملش الا لما اللعيب يبقى واثق كويس قوي انها هتتعمل. انت هتشتغلني؟ انت اسطوره في العالم ولا ايه؟ في العالم. لا ماشي منه هذاك. انت هتهزر؟ انا اسطوره. اسطوره حبيبي. اسطوره. جننتنا. اسطوره يا حبيبي قلبي. اسطوره يا حبيبي. حبيبي اسطوره. زي كده خوف وخفرع ومنكره والحضري. فهمت قصدي؟ اقفل الكتاب. كلمت قبل كده مع محمد صلاح؟ اتكلم معايا والله وقال لي حاجات انا يعني ممكن اكون اول مره اقولها. قال لك ايه؟ قال لي في ناس بتتكلم في ليفربول اللي هم ممكن يتكلموا مع النادي الاهلي، الاداره بتاعت النادي الاهلي، فقال لي في ناس بتتكلم عليك عندنا كويس جدا يعني وعايزين يخلصوا كمان معاك. والله العظيم ده اول مره اقول انا مصدقك من غير حلفان. عايز تبص لي باستغراب. لا انت كده دخلت بقى في المنطقه الكويسه. انا معاك الحمد لله رب العالمين. يعني انا ما بكذبش عليك والله. مثلا عايزين يتكلموا مع الاداره بس ان الاهلي اكيد هيبقى رافض. الاهلي رافض انك رايح ليفربول؟ هو الكابتن محمد صلاح اللي قال لي كده. كابتن صلاح قال لك ان ليفربول عايزك واكيد الاهلي رافض؟ ما اعرفش بقى ليفربول بقى الصغير ولا الكبير. لحظات صعبه بالنسبه لك. اللي تحب تقوله يا كابتن شريف وسط حديث الجمهور. انا يعني انا بقدر سعادتي ان انا عملت اللي عليا تجاه النادي الاهلي وتجاه مصر، بقدر حزني ان انا هترك النادي الاهلي وهترك مكان جميل جدا على قلبي.